فهنا في تلاقي قصه لورنس هنا عندنا في المنطقه في المشرق، وتلاقي قصه كوكس جنرال كوكس في الناحيه الثانيه، وتلاقي واحد مع الملك سعود مع الملك عبد العزيز، وواحد مع الملك حسين في الجده. والفكره هي استغلال قوه العرب في انه الاسلام هم اللي يعلنوا الجهاد بقى، مش بقى السلطان التركي هو اللي يعلن الجهاد، لا. والشريف حسين بالذات كان تركيزهم اكثر في هذه الفتره الشريف حسين، لانه في مكه والمدينه والي مكه والمدينه، فاذا اعلن هو الجهاد المسلمين، وبالفعل ده حصل. حصل الملك الشريف حسين طلع ضرب طلقتين فيها وقال الجهاد باسم الله، وانه المسلمين وانت هنا تلاقي ما تبقيش امبيشنت كده. انا عارف انك انت انا عارف انك مالكيش تقول على التاريخ لا والناس، انا بس عندي مشكله انا عارف، بس مساله مهمه جدا. انا بعتقد دلوقتي امراء المسلمين، اقري رسائل مكمهون لشريف حسين، تلاقيه بيلمح له كذا مره الى انه لماذا لا يستطيع امير عربي قريشي، مكمهون بيتكلم عن قريشي مسلم، ان يقود المسلمين والجهاد ويبقى هو اللي خليفه. ما بيقولهالوش صراحه، لكن بيقول له ليه ما وانا اتصور الكلام ده اتقال الملك عبد العزيز. على اي حال، المهم حصلت الثوره العربيه الكبرى اللي بنقول عليها دي. يعني في نفس الوقت خلي بالك انه كان احرار الشام والمثقفين في الشام كتير قوي كانوا كلهم بيتصلوا بالشريف حسين، فالشريف حسين بدا قدام الانجليز وكانه رجل يستطيع ان يكون شريكا مقبولا وقادرا للدعوه الجهاد باسم الاسلام ضد الخلافه، بدل ما الخلافه هي اللي تعلن الجهاد ضد الحلفاء. هنا ده البدايه. كويس. وانتهت الحرب، لكن انتهت الحرب العالميه الاولى وانتصر الحلفاء وكل حاجه، ولو انه يعني في مشاهد في هذه الحرب. تعرف ان القدس اتباعت، سلمت مفاتيح القدس ب3 بيضات. 3 بيضات؟ انا مكسوف اقول لك، انا بطلت اكتب، ما رضيتش، رحت لهاربر كولينز وقلت له مش هكتب الكتاب ده ليه؟ يعني انا والله لانه ما قدرتش اقول الكلام ده في الخارج، قلت اقول الكلام انا ما اقدرش اقول لك نزلت على قد ايه مئات الوف دولارات عشان ما بكتبش الكتاب ده. مين سلم المفاتيح؟ هقول لك حاجه. الخلافه العثمانيه كانت دايما متهمه انها فرطت في عالم الاسلام. سابت مصر لنابليون، وسابت مش عارف المغرب للفرنساويين، وسابت فين وسابت عدن، وكانت مستعده تبيع، وعلى طول فتره تراخيها وضعفها باعت العالم العربي كله تقريبا يعني. فانت في غضب، في نقمه. لما جينا الجيش الانجليزي بتاعه يخش معارك كتير، معتمد على لورنس يروح على دمشق ويحرر دمشق من الاتراك، ومعتمد على هنا ماكسويل، جنرال ماكسويل في القاهره هنا. حصل انه بينسحبوا، الاتراك مش عايزين، خلاص ادركوا انهم بيهزموا على اي حال يعني. لكن اللي حصل، مش هوصلك لحكايه القدس، جيش الليمبي واصل قدام القدس وهو يتصور العثمانيين هيدافعوا عنها. تصادف وهي مرويه في كل وثائق القصه اللي بقولها لك دي، اعيان القدس لقوا الجيش العثماني طلع وساب القدس. كويس. فقالوا هيروحوا يسلموا للجيش الانجليزي اللي جاي، لكن مش عارفين. طلع واحد من الشيوخ، والمشهد موجود، وانا والله وقفت قدامه مرات في باب العمود في الاردن كان وقتها. يعني بتحس بأسى كده وانت بتفتكر التاريخ. طلع عسكري انجليزي، القائد بتاعه الضابط بتاعه كان عاوز يفطر بيض مقلي، والشيخ اللي جاي يكلفوه اعيان القدس انه يروح يسلم مفاتيح المدينه ويدور على حد في الجيش الانجليزي، في قياده الجيش الانجليزي، لا قدامه حد عسكري انجليزي ولا عارف رتبته ولا حاجه. فجاله معاه مفتاح في ايده، والمشهد موجود في كل. بيقول واحد بيتكلم انجليزي ما يعرفش عربي، واحد بيتكلم عربي ما يعرفش انجليزي. بيقول له يعني بيحاولوا يتفاهموا يعني. بيقول له عاوز بيض، فبيقول له، قال له مش عاوز مفاتيح، عايز بيض. ولغايه ما فهموا، على حال خد المفتاح ورجع بيه ودخل الليمبي، ودخل زي ما لورنس دخل الشام. وحتى السعوديين وقتها ضحكوا عليه، واقصد يعني سخروا منه بالشريف حسين وفي لورنس وفي الدخول ده. وقال له ايه؟ قصيده تانية خلوا شاعر الملك وقتها يكتب له قصيده يقول له فيها: بسيفك لا بسيف الانجليزي دخلت الشام ايزي ثم ايزي. ايزي ثم ايزي. طب